انا عندي بس قبل ما نبتدي في الحديث، لان انا عندي انفرادات لحضرتك كتير جدا النهارده عن المنتخب مصر واتحاد كرة القدم المصري وعضو مجلس اداره اللي خد 10,000 دولار. ايه ده؟ يعني عندي كلام. عضو مجلس اداره اخد 10,000 دولار من الشركه اللي بتعمل مباراه مقابل ايه؟ تسهيل الامور عشان الدنيا تمشي. ده كلام خطير ده يا كابتن. وكان وعدهم بان الاستاد اللي هيلعبوا عليه هناك مش هيتاخد فيه فلوس، ولكن الكلام ده كله طلع كلام مش مظبوط. لكن احنا هنجيب المستندات وهنجيب الرسائل اللي مبعوثه وهنجيب القصه كلها وان شاء الله باذن الله نعرضها هنا ده كلام انت بادئ بدايه ملتهبه ملتهبه، لان هي دي حقيقه. انا قلت لك كابتن مدحت، انا خايف اخشى على كره القدم المصريه من هذا الاتحاد، ودي كانت قناعتي. ويمكن انت في بعض الاحيان يعني حبك لانك انت ما تخليش حد دايما يبقى يعني ممكن يتضايق منك، بتحاول تخف شويه، لكن في حقيقه الامر الموضوع مش محتاج خففان. الموضوع نحن بجد في مشكله رهيبه جدا لابد ان تتدخل فيها الدوله. وانا بقول يعني انا ما زلت بأناشد مهندس خالد عبد العزيز، اذا كان بيسمعني دلوقتي لابد ان يتحرك في حل مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم، لانه خطر على كره القدم المصريه. لن تحقق كره القدم المصريه اي شيء في ظل وجود هذا الاتحاد اللي مش عارف ينظم مباراه ولا عارف يرتب مباراه ولا في دماغه ترتيب مباراه، وقصه صعبه جدا، ومنتخب اعداده اعداد سيء. مفيش كده يعني. النتيجه لازم تبقى من خلال المقدمات. احنا درسنا منطق، وانا حياتي كلها فلسفه، لسانس اداب، انا عارف وخارج من لسانس اداب قسم فلسفه. فالنتائج لابد لها من مقدمات. نعم. المقدمات جيده، النتائج جيده. المقدمات سيئه، النتائج سيئه. مفيش فهلوه هتمشي في القصه طيب دي. لكن انت قلت جمله في منتهى الاهميه، انا مش هقف عندها كتير لكن لازم اكررها مره ثانيه عشان خلاص انت سجلتها. ان هناك عضو مجلس اداره في الاتحاد المصري لكره القدم تقاضى رشوه قيمتها 10,000 دولار حتى يسهل امر الشركه الهولنديه في اقامه هاتين المباراتين. والله ما اعرفش خدهم رشوه، خدهم محبه، خدهم ليه مش عارف. اخدهم وخلاص. لكن اخدهم دون وجه حق، يعني مش جزء من الديل. لا 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 لا، ما بره الديل خالص. وانت بتقول ان هناك رسائل مسجله، رسائل مبعوثه ومسجله. انت فجرت هذا الامر، مش هخوض فيه عشان المباراه. لا هنتكلم بقى على الكواليس كلها.